أعلنت دولة زيمبابوي الأفريقية إنشاء وزارة جديدة تحمل اسم الأمن الإلكتروني لصد الهجمات الرقمية، لكن المواطنين يقولون إنها مجرد أداة لملاحقة مستخدمي واتساب. وحسب ما أورد موقع كوارث، فإن رئيس البلاد روبرتو موغابي قال إن مهمة الوزارة هي الإيقاع بالفئران التي تلحق الأذى مستغلة الفضاء الإلكتروني. واعتبر سكان في زيمبابوي أن الوزارة ستلاحق من يستخدمون في سيبوكا وواتساب، ويثير الأمر مخاوف حقيقية بشأن حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات، خصوصا مع وجود قانون أمن إلكتروني ثار انتقادات دولية وفق الموقع الإلكتروني. وما يعزز المخاوف أن الذي سيتولى الوزارة باتريك تشينام أسا الذي شغل منصب وزير المالية حتى فترة قريبة، واتهم خلال عهده شبكات التواصل وواتساب بالوقوف وراء التضخم، وقال إن المعلومات المضللة المتناقلة عبر المنصات الاجتماعية أدت إلى طوابير طويلة أمام المحال التجارية وشح في بعض المواد الأساسية، وأثارت حالة من القلق بشأن حالة الاقتصاد. وتبدو تعليقات المستخدمين في شبكات التواصل مثل شوكة في حلق حكومة البلاد التي يحكمها موغابي 93 عاما بقبضة حديدية منذ عام 1980. وباتت التقنيات الحديثة مثل الفيسبوك والواتساب تشكل مصدر قلق للعديد من الدول على مستوى العالم، للحد الذي جعل بعضها يخصص بعض مسؤولي الحكومات لمهام تتعلق بهذا الأمر، وكانت زيمبابوي هي الأولى.